أهلا بيكم في من القلب للقلب. اللمة الحلوة ما تضعوش. قصتنا النهاردة بتقول: يا نور، بيتي كان دايما مليان صوت وضحك. الجمعة عندي كانت عادة، كل مناسبة كنت أعملها هنا، أحضر الأكل من بدري وزين البيت واستنى اللحظة اللي أشوف فيها الكل حوالين سفرتي. كنت بحس الدنيا كلها بخير وأنا شايفاهم قاعدين بيتكلموا بيضحكوا. حتى لو أنا تعبت وأنا بجهز كان التعب بيروح مع أول لمة. دلوقتي العيال كبروا، كل واحد دقاله بيته، والمناسبات بقت في مطاعم أو عندهم. أنا اللي بتصل وأقول تعالوا نتجمع، وفي الآخر يا يعتذروا يا ييجوا مستعجلين وياكلوا بسرعة ويمشوا. بقيت أحضر أكل وأسيبه يمكن حد يعدي. بقيت أقعد في الصالة أفتكر الضحك واللمة وأسمع الصمت كأنه بيعاقبني على فرحتي اللي راحت. عارفة يا حبيبتي، اللمة مش بس في المكان، هي في القلوب اللي بتعرف تحتفظ ببعض. والناس ساعات بتنشغل أو تتغير، بس ده ما يمنعش إن إحنا نخلق الدفى جوه حياتنا، حتى لو اللي حوالينا مش زي زمان. اعمل لنفسك لمة جديدة مع أصحاب أو جيران أو حتى ناس بتحب قعدتهم. اطبخ عشان نفسك، افرح ببيتك زي ما هو، وحافظي على الحنين من غير ما تخلى الوحدة تكسر قلبك. صدقيني، اللمة ممكن تيجي بأشكال جديدة، وربنا دايماً بيبعت قلوب تعوضنا عن اللي غاب.